السلام عليكم الحدقات دياولي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيت نشارك معكم الطلبيه ديال اليوم واللي هي الدجاج ديال الحطب، الدجاج اللي كنشرملو على يديا وكنصيفطو للفران ديال الحطب. كيكون معاه مرافقات نتاع الخضر، كيكون معاه الدغميره. بغيت نشارك معكم الطريقه وكيفاش كنشرملو، وكيجي زوين بزاف. نتا الحطب كيجي مختلف على ديال الدار البنات، كل وحده على حسب لا كوموند. كاين السيده اللي كتقول لك ديري لي في الدار، كاين السيده اللي كتقول لك بغيتو ديال الحطب. فنصاوب معكم شرموله هي الاولى. بسم الله على بركه الله. هنايا خديت واحد الطبيسي، درت فيه هنايا القزبر ومعدنوس يكونوا طريين، وديما القزبر يكون زايد على المعدنوس. التوابل درت معلقه كبيره ونص سكينجبير، معلقه كبيره ونص ديال الخرقوم. هنا عندي البنات كندير ديك حبه الهيل، قعقله، بسيبيسه، كاع كنطحنهم ونديرهم. هادو التوابل زوينين في الدجاجه البنات. كنشريهم انا هكاك حبوب، هذيك بسيبيسه وقعقله اللي هي حبه الهيل، وكنطحنهم. كندير معلقه ونص قلنا ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال زريعه القزبر. كذلك عندي كنشري التوابل ديال الدجاج مخلطين، كندير بهم واحد المعلقه كبيره، وكندير واحد المعلقه صغيره معمرات ديال الفلفل الاسود. وهنايا كنضيف كذلك الحامض مرقد، الحامض مصير اللي كنقطع، واحد الحامضه كنقطعها رقيق. وكندير الثوم بالزايد، تقريبا عندي شي 6 ديال الفصوصه ديال الثوم، معلقه صغيره ديال الهريسه، وعندي الضامه ديال الزعفران. فكنخلط هاد المكونات كاملين، كنزيد عليهم ديك الضامه نتاع الزعفران اللي كتبقى اختياريه، ممكن كذلك تستعملوا الزعفران شعره. كنديروا الملح وما كنكثروش لحقاش ديجا الدجاج بايت في الخل والملح، يعني شابع ملحه. عندي معلقه كبيره ديال لا موطارد اولا الخردل، وعندي نص كاس نتاع زيت الزيتون، وعندي واحد الكاس ديال الماء باش غادي نخلطوا هاد الشرموله هادي. هذا البنات سوا بغيتي تفوري الدجاج، سوا بغيتي ديريه في الفران، سوا اعتمدي هاد الشرموله راها كتجي لذيذه. صافي هنا البنات كتشدوا الدجاج من بعد ما كما قلت لكم انا مبيته في الملحه والخل وسكينجبير والحامض. وهنايا غسلته وتكيت له مزيان بواحد السكين الصدر ديالو باش هكا كيتشرب هذيك التتبيله هذه. صافي وغادي نشده وغادي نشرمله. هنا بالنسبه للسيده ما غاديش ديرو عامر، فكاين اللي كتكوموندي الدجاج معمر سواء بالرز سواء بالشعريه، داكشي كيبقى اختياري. فهنايا شرملتها مزيان، الدجاج شرملته مليح مليح، وانا كنبغي نبيتو في هاد الشرموله باش كيشبعها مزيان مزيان. فغادي نخليوه يبات ليله كامله، نغطيوه بالسلوفان ونديروه في الثلاجه باش يشبع شرموله مع راسو. صافي البنات غدا لي غادي نصاوب الدغميره اللي غادي ترافق هاد الدجاج هذا. فخديت هنا واحد الكوكوط، درت فيها واحد 3 ديال البصلات مقطعين رقيق، زدت عليهم كميه ديال شويه تاع زيت الزيتون وشويه تاع زيت عاديه، واحد جوج ديال الفصوصه ديال الثومه محكوكين، وغادي نخليهم يتقلاو بهذا الشكل هذا. غادي نضيف عليهم هنا حبيباتي القشاوش ديال الدجاج، الكبده حتى هي قطعتها، نضيفو كاع القشاوش. غادي نضيف كذلك واحد 2 معالق هكا ديال القزبر ومعدنوس، واحد الضويمه ديال الزعفران. بالنسبه للتوابل تقريبا نفس اللي درنا، غير ما كنكثروش الملحه. اتونسيون الملحه البنات. عندنا كذلك معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره مع مراش نتاع سكينجبير، شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، والتوابل ديال الدجاج كندير بهم واحد المعلقه صغيره. فكنخلي كلشي يتشحر اولا كلشي يتقلى مزيان بهذه الطريقه. عاد كنمرق عليها البنات وكنخلي الدغميره ديالي طيب. هنا قبل ما نمرق عليه شتو الدجاجه البنات من حيدته درته في واحد الصينيه اللي غادي نصيفطها للفران، وهذيك الشرموله اللي بقات لي من الدجاج حتى هي كنزيدها على هذيك الدغميره. شتو هذيك الشرموله حتى هي ما كنستغناوش عليها، وكنزيدها على ديك الدغميره باش كتقلى معاها مزيان. عاد كنمرقو كنغطيو على ديك البصله بالماء وكنخليو الدغميره ديالنا حتى كطيب وكتوقف. هذه هي الطريقه البنات، وكتجي الدغميره زوينه. كمرافقه السيده طلبت خضره صوتي، فدرت لها هنايا الجزر واللوبيا شعره اللي بخرتهم، ومن جهه اخرى بخرت البطاطا والكورجيت اولا الكابويا. المهم كديري الخضر اللي بغيتي. صافي كنخليهم يتبخروا. بالنسبه للدغميره ها هي طابته البنات، راني نخليها غير شويه تعقد، بصح ما نجمرهاش بزاف بزاف باش يعني يلقاو فاش يغمسوك، وعارفين حنايا نبغيو التغميسه. هنا البنات باش غادي نصوطي الخضره كندير واحد الخليط ديال الربيع اللي هو القزبر ومعدنوس، غادي ندير الثومه محكوكه، وغادي نزيد عليهم زيت الزيتون ونطحنهم مزيان في المولينكس، خليط نتاع الربيع والثومه وزيت الزيتون.
البنات الخضرة ملي تبخرت درت كل وحدة في الطنجرة ودرت معاها معلقة صغيرة ديال الزبدة وشوية من هذيك الخلطة اللي صاوبنا، وغادي نشوطيها حتى لاخر لحظة. الدجاج البنات انا كنصيفطيه للفران ديال الحطب، علاش كيجي الشكل ديالو هكا، كيجي هو مشوي بالحطب. كنصيفطيه وكنعطيه للفران هو كيطيبوا لي صافي. ملي كنرجعيه صافي كيكون هكا، كيكون هذا هو الشكل ديالو. كنغلفيه بالالومنيوم وكنديره في البلايص ديالو. بالنسبه لديك الزويته اللي بقات في الصينيه ديال الدجاج كنزيدها في الدغميره، كتجي زويونه. شتو الدغميره درتها حتى هي في لابواط ديالها. كناخذ هاد لي بواط نتاع الالومنيوم باش كنبغي نحاول ما امكن كلشي يوصل سخون عند مولاتو. وزعت هنا الخضر كي راكو تشوفوا، كل بواطه درت فيها جوج انواع ديال الخضر صافي كيمشيو مغطيين بالالومنيوم. بالنسبه للدجاج البنات راه كيجي زوين، كيجي رائع، فيه ديك ريحه الحطاب، كيجي مختلف على الدجاج ديال الدار. وكاين حتى ديال الدار اللي بغات مرحبا سوا بها اللي عندها البنات. نجيب لكم عراضة ولا الرقم عندها شي ديالي. حاجة وليت تشهات أي حاجة في القناة، فغادي نخلي لكم رقم الواتساب لاستقبال طلبياتكم. مرحبا بكم حبيباتي، ما تنساونيش بتشجيعاتكم البنات. بارطاجيو الفيديو، خليو لي لايكاتكم واخا غير قليل، نعرف ان الفيديو يعجبكم ونتمنى تكونوا استفدتوا منه. الى اللقاء في وصفة مقبلة ان شاء الله.